السلام عليكم. واش بغيتو المعقول؟ الهضره اللي غنقول في هذا الفيديو راه ما غتسمعوهاش في التلفازه والاشهارات ديال الضمان الاجتماعي والتصريحات ديال المسؤولين والوزاره. اليوم غنقول لكم شنو كيتسناكم نتوما مئات الالاف ولا الملايين ديال المغاربه شنو كيتسناو. وماشي كنعلم الغيب، هادشي راه كاين وكاين قوانين خرجات به وغتبدا تنفذ. الحكومه من بعد الغربال من بعد الزيار غدوز دابا للشطابه، غتولي تشطب عباد الله الالاف ولا مئات الالاف من الدعم من امو التضامن، ويدوزوا يخلصوا على امو، يخلصوا على التغطيه الصحيه، ويخلصوا على الدعم. كيفاش غنخلصوا على الدعم؟ الدعم راه كيتعطى سميتو دعم. هاد الحوايج اللي كيشدوا دابا الناس كدعم، فلوس الدراري ولا هذا مدخول الكرامه ديال الاسر اللي ما عندهاش وليدات اللي المفروض يشدوه الناس اللي كبار في السن، انت غتولي تخلص عليه. راه جايك الشطابه امولي الزين وبالقانون. سمع سيدي، الشطابه الاولى اللي كاينه دابا واللي شطبات الالاف ولا مئات الالاف ديال الاسر من امو التضامن، المؤشر اللي طلع وتراجع لمئات الالاف ديال الناس وطلع في 9.32 وصيفطوا لهم هذا الميساج قالوا له شوف اسيدي، راه المؤشر ديالك طلع في 9.32 وغنحبسوا لك امو التضامن، ولكن الله يرضي عليك الا بغيتي امو مريض انت وكتصير على الدواء وبغيتي يبقاو يرجعوا لك فلوس الدواء فلوس الطبيب، سير خلص امو الشامل اللي كيبدا غير الا طلعتي في 9.32 شويه غتولي تخلص 3000 ريال في الشهر. الشطابه الاولى. الشطابه الثانيه الدعم. بزاف الناس كانوا لاصقين ديك 974 هابطين عليها شويه ودفعوا الدعم كيستافدوا وقالوا ماشي مشكل ومشاو تسجلوا في امو الشامل. قالوا سيدي غنشدوا 10000 12000 على حساب اللي عندنا وليدات وغتجينا 3000 4000 ديال الامو، غنخلصوا هادي من هادي وحنا بخير. شويه وما يطلع لهم المؤشر في 974 كما طلع الناس اللي كانوا قل من 39 ولاو غيخلصوا امو، كما بزاف الناس اللي كانوا عوالين يخلصوا امو ولكن طامعين في الدعم فات ليهم المؤشر 9.74 ولاو حاصلين في امو الشامل والدعم مشى. الشطابه الثالثه في التشطيب السجل الاجتماعي الموحد، اللي جاي يشطب تيقولوا له هدا ما عندكش حق تشطب، سير المقاطعه وتاكد السلطه انك فعلا ساكن بوحدك ولا السبب اللي بغيتي تشطب عليه مسلكنا عاد نشطبوا عليك. وحتى اللي منع تشطب ملي مشيت تسجل قالوا له هدا واخا شطبتي وبغيتي تسجل دابا بوحدك باش تشد الدعم ولا تستافد من امو اللي جبتي 932 واخا مستحيل تجيبها بوحدك على حسب طريقه التنقيط في السجل الاجتماعي الموحد، تيقولوا لك ما تسجلش مازال بوحدك الا ما عطيناكش حنا الضوء الاخضر. وزيدك شطابه اخرى وسط الشطابه، شحال من واحد تسجل بوحدو ولا كان مسجل بوحدو وكيتفاجئ دابا تيدخل للسجل الاجتماعي الموحد كيطلع له هذا الميساج تيقول له راه شطبناك مولاي من السجل الاجتماعي الموحد. زيدك شطابه اخرى كاينه دابا، العمال غير اجراء، مئات الالاف ديال العمال غير اجراء اللي كانوا تيخلصوا التغطيه الصحيه على حساب حرفتهم ولا تفرضات عليهم يخلصوا وكانوا ضاربين الطما ما بغاوش يخلصوا ودفعوا الدم وضاقوا الفيسات في الشهر 12 ضاقوها في الشهر 1 ضاقوها في الشهر 2 وما يشطبوهم. قالوا لهم شوف اسيدي سير خلص التغطيه الصحيه اللي مفروض عليك كعامل غير اجير عاد نرجعوا لك الدعم. فغتمشي تبدا تخلص واللي ما كانش تيخلص شحال هادي شو دابا يمشي يخلص شهر 12 2023 شهر 1 هاد العام 2024 شهر 2 شهر 3 شهر 4 عاد يطلقوا ليه الدعم. وحتى هو شحال من واحد منهم غيوقع له كما وقع الناس اللي عندهم المؤشر فوق 932 وداروا امو الشامل وقالوا حنا راه ما فتناش 9.74 غنشدوا الدعم ونخلصوا به امو. حتى هاد الناس هادو غيقولوا حتى حنا ماشي مشكل غنبداو نخلصوا التغطيه الصحيه والا طلقوا لنا الدعم غنحيدوا من فلوس الدعم ونخلصوا امو، شاد لنا شويه من الدعم وراه حنا كنستافدوا من امو. تسنى انا جايك. هادو الشطاطب اللي دارت الحكومه وطبقاتهم. وسمع مني هاد الهضره وسجلها عندك مزيان، هادشي راه كتعيشو دابا وكنت حضرت منه انا شحال هادي. هاد القانون 46 23 اللي تنشر في الجريده الرسميه راه هضرت عليه انا فاش كان مازال في مجلس النواب ومجلس المستشارين وقلت لكم راه الا ما كتخلصش التغطيه الصحيه غيحبسوا عليك الدعم الا كنتي كتستافد منه. وحتى التغطيه الصحيه اللي دابا اجباريه راه هذيك اكثر من عام ونص فاش خرجت في واحد الفيديو قلت لكم راه بالسيف عليك تخلص التغطيه الصحيه. دابا سمعوا الحوايج اللي جايين مستقبلا وماشي كنعلم الغيب، هادشي راه كاين في القانون، خرج به قانون وغتبدا انت تخلصوا بدايه من اخر هاد السنه والا تعطلوا عليك العام الجاي غيفرضوها عليك زياده على التغطيه الصحيه. قيد عندك مولاي انت اللي كتخلص دابا التغطيه الصحيه هاد العام هذا الشهور الجايين ولا الا تعطلوا عليك كاع وما بغاوش يزربوا عليك العام الجاي غيتفرض عليك تخلص التقاعد. انت دابا كتخلص 3000 العام الجاي على اقصى تقدير الا تفرض عليك التقاعد حتى هو اجباري لبزاف ديال الفئات اللي غيفوتوا واحد الدخل غيحدوه ليهم غتولي تخلص مره ونص من هادشي اللي كتخلص التغطيه الصحيه، تولي تخلص 4500 ريال 225 درهم ديال التقاعد بوحدو
كل شهر غتزيد على 150 درهم غتولي يا مولاي 375 درهم. هذا اقل واحد كيخلص 3000. الا كنتي كتخلص 4000 دابا في التغطيه الصحيه، انت كتخلص 4000 دابا في التغطيه الصحيه، الا فرضوا عليك التقاعد في الشهور الجايين ولا العام الجاي على اقصى تقدير غتولي تخلص 500 درهم. 200 درهم ديال التغطيه الصحيه ومره ونص ديالها اللي هي 300 درهم. العمال غير اجراء كلهم، كاع الناس اللي خدامين عند راسهم، شيفورات، نجاره، جزاره، الناس اللي عندهم مساهمه المهنيه الموحده، الناس اللي عندهم مقاول ذاتي، الناس اللي سجلوهم الغرف، اللي سجلتهم الوزاره، اللي عندهم البطاقه المهنيه. هاد الناس كاملين مسجلين دابا في الضمان الاجتماعي ومفروض عليهم التغطيه الصحيه حسب القانون 98/15. كاين التوأم ديال هذا القانون 99/15 خرجوا في نهار واحد، زادوا في نهار واحد. داكشي علاش تنقول لكم هاد الهضره اللي تنقول راه ماشي كنتوقع ولا كنقول لكم شي حاجه يمكن تكون يمكن ما تكونش. هذه راه خارج ليها قانون ديال التقاعد غتبدا تخلصوا. يمكن اخر هذه السنه الا فضوا معكم في التغطيه الصحيه ودخلتوا كاملين بديتوا تخلصوا راه غيزيدوكم التقاعد. الا ما قدروش وبقى عندهم مشاكل في الدعم وفي التغطيه الصحيه راه يقدروا ياجلوه حتى العام الجاي، ولكن ما يفوتوش العام الجاي. كاين القانون راه خرج من 2017 وخرجوا له النصوص التنظيميه وخرج لك شحال غتخلص، مره ونص ديال داكشي اللي كتخلص التغطيه الصحيه. كاع العمال غير اجراء اللي خدامين عند راسهم اللي كيتجراو دابا يخلصوا التغطيه الصحيه باش يرجع لهم الدعم، راه تقدر من هنا شهرين 3 شهور 6 شهور يتفرض عليك التقاعد، يوليو يقولوا لك حتى التقاعد الا ما خلصتيش غنحبسوا لك الدعم. والامانه كاين الناس اللي ما غيتفرضش عليهم التقاعد في العمال غير اجراء، لان غيديروا واحد الدخل جزافي قل منه اختياري. الا بغيتي دير التقاعد غديرو تجمعوا لك النقيطات، فوق منه اجباري الزامي حسب القانون. ولكن الحكومه هادشي كتضرب عليه الطم، ما غتسمعوش دابا في التلفازه، ما يخرجش دابا اشهار يقول لك العمال غير اجراء خلصوا التغطيه الصحيه وبداو تخلصوها وانتظموا في الخلاص ديالها باش تستافدوا من الدعم وجدوا راسكم وجمعوا الفليسات انه التقاعد راه جايكم من هنا 6 شهور من هنا عام راه جايكم التقاعد. ما تسمعش هاد الهضره هادي، غتسمع حتى يبغيو يهبطوا عليكم. كيما وقع لك في التغطيه الصحيه غيجيك ميساج في التليفون انت مدين صندوق الضمان الاجتماعي باشتراكات في التقاعد اللي قدا اجي خلص ولا نبداو نزيدوا لك الغرامات وكذا وكذا. وشويه يجيك ميساج اخر لقد تم توقيف الدعم لانكم ما خلصتوش التقاعد. نفس الشيء الا كان عليك الزامي. والتقاعد راه هو غيتعمم على المغاربه كاملين، غير هو التقاعد بحال التغطيه الصحيه. كاين واحد الناس غيستافدوا منه بحال الدعم، هما الناس اللي كيشدوا دابا 500 درهم ديال المنحه الجزافيه، خصوصا الناس اللي كبار فاتوا 60 سنه. وكاين اللي غيخلصوا كما كيخلصوا دابا العمال غير اجراء وصحاب ابو الشامل التغطيه الصحيه. والماده 6 في القانون الاطار ديال الحمايه الاجتماعيه حتى هو راه كاين وخارج كتكلم على ضروره تعميم التقاعد. مزيان دابا عرفتوا الشطابه ولا الغربال اللي جايكم مستقبلا، ما قلت لكم هادشي راه كاين خارج القوانين ديالو، ماشي شي حاجه يمكن تكون ويمكن ما تكونش. اذا التقاعد كما قلت بحال التغطيه الصحيه، كاين اللي غيستافد منه واحد 500 درهم غيحسبوها له تقاعد مدخول الكرامه للناس كبار في السن وجابوا المؤشر مزيان ولا بقى لهم المؤشر مزيان، وكاين اللي غيتفرض يبدا يخلصوا. اذا هذا هو الجزء الاول اللي قلت لك انت غتولي تخلص الدعم اللي غتشد غتولي تخلصوا، لان التقاعد بحال التغطيه الصحيه كتخلص وكتستافد من تعويض العلاجات. دوزتي في الطبيب شريتي شي دواء كتدفع، واخا داكشي اللي كيردوا لك ماشي تلهيه ما عليناش. حتى التقاعد كتخلص كل شهر باش ملي توصل 65 سنه شحال ما جمعتي ديال عدد النقط شحال ما غتولي تشد واحد التقاعد كل شهر. الحاجه الثانيه ديال الدعم اللي غتولي تخلصها انت اللي جايه مستقبلا هي فلوس الدراري. الناس دابا اللي كيشدوا فلوس الدراري كدعم هذيك المنحه الشهريه، هادوك الا بقاو قل من 974 بقاو يستافدوا منها سواء عمال غير اجراء ولا غيرهم. ايوا الناس اللي عمال غير اجراء ولا ناس اخرين اللي طلع لهم المؤشر جاهم المؤشر فوق 974 والعمال غير اجراء حتى هما اللي جاهم المؤشر فوق 974، هاد الناس ما غيتخلصوش على فلوس الدراري لان القانون الاطار كيتكلم على تعميم الحمايه الاجتماعيه. اذا ما خصوش يبقى شي دري صغير قل من 21 سنه والديه ما كيتخلصوش عليه. اذا هاد فلوس الدراري كيفاش غيديروا لهاد الناس اللي ما غيستافدوش منها كمنحه شهريه؟ هاد الناس دابا اللي كيشدوا الدعم كيشدوا دابا 4000 للدري، وفي 2025 غتولي 5000 للدري كل شهر، وفي 2026 غتولي 6000 للدري كل شهر. بحالهم بحال الناس اللي خدامين في الشركات وموظفين كيصرحوا بهم وكيشدوا دابا 6000 ديال التعويضات العائليه. القانون كيتكلم على تعميمها. هاد الناس شنو غيديروا لهم؟ حتى هما يمكن يفرضوا عليهم يخلصوا باش يشدوا فلوس الدراري، يديروا لك واحد الكوتيزاس لكم شطاط بلي كاينين دابا بدات بهم الحكومه من بعد ما ذقتوا حلاوه الدعم. وعطيتكم فكره على اللي كيتسنى البعض منكم. الله يعاونكم.